عشان تعمل لنفسك خطة تسويق صح وتكون مدروسة وتكون بتحقق نتائج، لازم تدرس 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا. أول حاجة هي إيه المشكلة اللي أنت بتحلها. سواء أنت بتقدم خدمة أو بتقدم منتج، لازم تبقى فاهم إيه المشكلة اللي أنت بتحلها، وليه العميل أصلا بيشتري منك المنتج أو الخدمة دي. تاني حاجة هي بقى مين هو العميل، يعني مين هو العميل أصلا اللي بيستفاد من المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، شكله عامل إزاي، بيتفرج على السوشيال ميديا عاملة إزاي، بيفتح قنوات إيه، بيروح فين، بياكل إيه، بيشرب إيه. لازم تكون فاهم العميل بتاعك كويس جدا، تبقى عارف يومه ماشي إزاي عشان تعرف إمتى هتحط البوست بتاعك، إمتى هتبعت له إيميل، إمتى هتبعت له أوفر. الحاجات دي كلها لازم تكون مدروسة. تالت حاجة هي ايه بقى القنوات او الادوات. خلينا نتكلم بطريقة سهلة. ايه الادوات اللي انت هتستخدمها؟ هل هتستخدم تسويق بالمحتوى، هتعمل فيديوهات وتنزل فيديوهات؟ هل هتعمل بوستات على الفيسبوك ولا لينكد ان؟ هل هتعمل اعلانات ممولة وتبدأ تصرف على الاعلانات؟ لازم تبقى فاهم الطريقة اللي انت هتشتغل بيها. طبعا بتحددها على حسب امكانياتك وعلى حسب اللي انت شايف اللي انت تقدر تعمله يعني. رابع حاجة وهي الاهم بقى، ان هو تبدأ امتى تنفذ طبعا، وتبدأ تشتغل على التسويق بتاعك. ولازم لازم لازم تتابع وتقيس النتائج اول باول. لازم تشوف التفاعلات على على البوستات، والتفاعلات على الريلز، والتفاعلات على الايميلات بتاعتك.